أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026 وقعها الرئيس تبون في 15 ديسمبر. الموازنة تبلغ أكثر من 135 مليار دولار بزيادة 8 مليارات دولار عن 2025. بهذا تدخل الجزائر مرحلة تحول اقتصادي حقيقي. المفتاح هو تقليص الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد متنوع. استثمارات الجزائر من اليوم تتجه إلى الصناعة، الفلاحة، المناجم والاقتصاد الرقمي، مع دعم الشركات الناشئة وتبسيط الضرائب وتشجيع التصدير خارج المحروقات كذلك. والأرقام تتكلم. موازنة 2026 بتخصص 45 مليار دولار للأجور و5 مليارات دولار لدعم المواد الأساسية، وفي 3 مليارات لمنحة البطالة لأكثر من مليوني مستفيد، وفي 31 مليار دولار للاستثمار بعجز متوقع 40 مليار. وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوزرد يتوقع بأنه يصل النمو إلى 4.5% في 2028 تقوده القطاعات غير النفطية. الجزائر اليوم بتراهن على اقتصاد سيادي لمستقبل مستقر، والنفط لم يعد الهدف بل وسيلة انتقال نحو نموذج اقتصادي جديد.